اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة. قبل ما تبدأوا الفيديو حطوا اللايك، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله ومعاكم بإذن الله. حبايبي، ربنا يديمكم نعمة في حياة، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة هنعمل الكحك فينو. زي ما انت هتشوفوا كده، يعني هنعمل كمية كبيرة، اوردر كبير كده. معانا كيسين خميرة، معانا حوالي 4 معالق سكر او 5. هم حوالي انا معيرتهمش، يعني زي ما انتم شايفين في الطبق كده الصغير ده. معانا كيس بيكنج باودر، ومعانا جعب لبن، يعني حوالي كيلو لبن كده. ومعانا هنحط معلقة خل، وهنحط هنحط حوالي كوباية ونص سمنة. زي ما انت هتشوفوا كده. طبعا حطينا الخميرة في مع اللبن والسكر كده، وهنسيبها نشط كده عقبال ما نحط البيكنج باودر ونقلبه مع ذرة ملح. طبعا ذرة الملح دي أساسية في أي المعجنات. معلش يا جماعة، صوتي تعبان شوية لأن واخدة دور برد شديد. ليا فترة كده، ليا حوالي كام يوم كده واخدة دور برد، ولسه البرد يعني مؤثر فيا. فالحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين حطينا الخميرة طبعا في العجين، هنقلب مع اللبن، وهنفضل نعجن فيه. طبعا احنا السمنة مش هنحطها غير في الاخر خالص بعد العجين. يعني ده زي نظام القرص، اللي هي القرص الطرية، بس احنا هنعمل كحك. ده طلب الكحك ده هنعمله زي ما انت هتشوفوا كده. هنعجن الكمية دي حوالي 2 كيلو ونص دقيق، يعني حوالي يعني 2، وانا معيرتهمش بس هم هيطلع حوالي 2 كيلو ونص او 3 كيلو دول الدقيق. هنعجنهم عجن حلو خالص زي ما انت هتشوف كده. احنا هنختم خالص في العجين بالسمنة. يعني معلش التليفون فصل وانا ما خدتش بالي وانا بعجن. يعني احنا حطينا كوبايه ونص سمنه زي ما انا قلت لكم، بكوبايه العصير اللي هي الكبيره دي اللي انتوا شفتوها قبل كده. طبعا عجلنا العجين وغطيناه وسبناه خمر، وبعد ما خمر طبعا ابتدينا نقطع فيه. انا هقطع بالكميه وافردها وزي ما انت هتشوفوا كده ونعملها كحك. يعني هقطع كميه كميه عشان الكحك طبعا مع السقعه والشتاء هيجشف معانا، فمش هينفع ان انا اقطع الكميه كلها واسيبها. انا اقطع بالطلب زي ما انتم شايفين، يعني كل كميه اقطعها هفردها واعملها ابرمها كده ونعملها كحك لحد ما نخلص الكميه كلها. فانا هقطع كميه كميه، يعني كام واحده كام واحده كده في الصينيه، والله المستعان. زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا عاملين كمية كبيرة. انا عملت في ال3 كيلو دقيق عملت حوالي 53 كحكاية زي ما انت هتشوفوا كده. ده اوردر طلب يعني الكمية الكبيرة دي زي ما انت هتشوفوا كده. طبعا زي ما انتم شايفين هنفردها كده الاول، وبعد ما نفردها نبرمها رول كده، وبعد كده نبتدي نعمل فيها نبرم فيها كده على اساس نعملها كحكة. يعني زي ما انت هتشوفوا، بصوا دي الطريقة اللي احنا هنعمل بيها الكحك. ده اسمه كحك الفينو. في كحك بلدي اللي احنا بنعمله البلدي دي بخميرة بلدي عادي، انما ده كحك اسمه كحك فينو. طبعا انا عملت اول واحدة دي يعني طلعت صغيرة، فاحنا هنبتدي نكبر الكحك شوية عن كده. على اساس طبعا هياخد خمر، هنسيبه يخمر في الصواني. طبعا زي ما انت شفت كده انا لقيت حطيت حتة سمنة صغيرة كده على الطبلية عشان نعرف نفرد بيها.
فانا حطيت السمنه فلقيتها ايه ما فرداش معايا، هركنها شويه واعمل واحده غيرها وبعد كده نرجع لها تاني زي ما انت هتشوفوا. طبعا انا هعمل كام واحده كده معاكم وبعد كده ايه هعمل كل الكميه وهوريكم الكميه كلها اللي انا هعملها. زي ما انتم شايفين كده. طبعا ايه هنبتدي ايه نبرم فيها كده لحد ما ايه نعملها كحكة. يعني هو زي طريقة الفينو بالظبط، بس احنا هنعمل بدل ما هي تبقى في صابح فينو هنعملها كحكاية ايه مدورة زي ما انت هتشوفوا كده. ادي ايه دي الكحكاية. وايه طبعا هنحاول نعمل كمية الكحك كله ونسيبها على الصواني، لازم تخمر. هتخمر على الصواني وهوريكم هي خمرانة، وبعد كده هنحطها ايه نخبزها في الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين برضه بقى انا بوريكم الطريقة ايه سهلة وبسيطة وايه وسريعة. زي ما انتم شايفين ما تاخدش معاكم وقت، والله العظيم انا ال3 كيلو دوت ما خدوش معاي ساعة واحدة بس وانا بعمل فيهم. لان طبعا لما سبتيه خمر وارتاح ايه ما هيفرد معاكي بسرعة وما هياخدش وقت معاكي. طبعا انا خمرته الاول في البولة وبعد كده ايه قطعته، وطبعا هبرمه وبعد ما برمه هسيبه يخمر تاني في الصواني. لازم يخمر قام يبقى حلو معاكي وهش وحلو زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة كده. معلش يا جماعة صوتي تعبان، فانا ايه واخدة الدور البرد في تعبانة، فانا ايه مش قادرة اتكلم. زي ما انتم شايفين طبعا الصينية اتملت، فانا بقى بعمل كده جنب الطبلية. احنا هنعمل كمية كبيرة خالص هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. طبعا انا معرفتلكش اصور لكم الكمية كلها وهي محطوطة في الصواني، بس هوريكم ان شاء الله الكمية كلها بعد ما تتخبز، وهوريكم برضو الكمية وهي في الصواني على بعضيها. طبعا حاطة الصواني على بعضيها كده بقى كل صينية ملاها احطها على اختها. فانا هوريكم الكمية كلها بعد ما اخلص ان شاء الله، وهوريكم برضو بعد ما تتخبز في الفرن. والله كحك هش واحسن من كحك الافران. يعني طريقة حلوة خالص وطعمه خطير، جربوه والله يعجبكم خالص. هو ينفع جرس، يعني هي زي عجينة الجرس بالظبط، بس انا عملتها ايه كحك زي ما انتم شايفينها. بصوا ادي الطريقة اهي. طبعا هنعمل كل الكحك بنفس الطريقة اهو زي ما انتم شايفين كده ايه. خلاص خمر معايا اهو، خلصنا كل الكمية. طبعا كمية خمرت وكمية لا، طبعا انا عبيت ما هخبز الكمية اللي هي خمرت زي ما انتم شايفين كده. هنكون ايه باقي الكمية خمرت معانا ونطلع ونخلصها ان شاء الله على خير، وهوريكم الكمية وهي مستوية. بصوا احنا كده طلعنا كل الكمية استوت خلاص اهي. دول يا جماعة يعني كمية كبيرة. هو قعره ما تقولوش مسود، هو قعره محمر شوية لكن قعره حلو خالص والله. معلش ما قدرتش اكسر لكم اوريكم منه، هو طري وهش وحلو خالص. بالهنا والشفا لكل اللي كل منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي وصل لحد هنا يا جماعة حط اللايك، بالله عليك حط اللايك. انتوا مش هتتعبوا في حاجة، وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.